والله يا شباب أزعل وأقهر على الشخص الذي يسب الدنيا أو يسب حياته. بتقولوا لي ليش يا مطلق؟ لأنه يا شباب هذا خرج من الملة وخرج من الدين. بتقولوا يا مطلق كثرت بها. والله يا شباب أنا أجيب لكم شيء واقعي وأسمع كثير، وبعضهم أصحابي أعوذ بالله منهم إذا حصل له شيء بسبب لعبة أو في خارج لعبة أو في الدنيا يسب حياته أو يسب عيشته أو يسب دنياه. بتقول يا مطلق ايش الدليل؟ طيب خلص كلمنا. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فركز على هذه النقطة الذي قال فيها الله سبحانه وتعالى: أنا الدهر، فمن سب الدهر فكأنما سب الله، ومن سب الله فقد كفر والعياذ بالله. فإني حذرتكم ألا تسبوا الدهر، ومن فعل ذلك من قبل وهو جاهل لا يعلم فليرجع إلى الله ويستغفر ويتوب، وبإذن الله يغفر الله له. والسلام عليكم.